انتشرت اخبار امبارح او في تصريحات للمستشار مرتضى منصور ان في لعيب جمهور الزمالك بيحبه جاي نادي الزمالك. الاخبار انتشرت بشكل كبير وبشكل واسع والناس بدات تتخيل طب مين راح طب مين جه مش عارف ايه. النهارده لاعب نادي الجزيره الاماراتي اشرف بن شرقي ولاعب نادي الزمالك السابق شال من البايو بتاعه على الانستجرام كلمه لاعب في الجزيره الاماراتي، شالها خالص ما بقتش موجوده. ومن هنا بدات الناس تربط وبدات الناس تتكلم ان اشرف بن شرقي راجع نادي الزمالك تاني. هل اشرف بن شرقي راجع نادي الزمالك تاني؟ الله اعلم. طيب، طلعت اخبار كتيره جدا النهارده ان اشرف بن شرقي فسخ تعاقده مع نادي الجزيره الاماراتي او هيفسخ تعاقده مع نادي الجزيره، او نادي الجزيره الاماراتي وجه الشكر لاشرف بن شرقي وقال له شكرا. طيب، حتى هذه اللحظه هذه الاخبار كذب تماما وليس لها اساس من الصحه حتى هذه اللحظه. حتى اللحظه اللي احنا فيها دي، يعني ما بقولش ان هي ما حصلش او مش هيحصل، ما اعرفش لسه قدام في ايه. تمام، نادي الجزيره الاماراتي استغنى عن اللاعبين الاجانب اللي موجودين في الفريق ما عدا اشرف بن شرقي. يعني نادي الجزيره الاماراتي استغنى بالفعل عن عدد من اللاعبين المحترفين في الفريق او كل اللاعبين المحترفين في الفريق ما عدا اشرف بن شرقي. وفي مصدر في النادي قال ان لا نيه للاستغناء عن اشرف بن شرقي حتى هذه اللحظه. يعني اشرف بن شرقي مازال مستمر في نادي الجزيره الاماراتي. هل ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الله اعلم. لكن حتى هذه اللحظه نادي الجزيره الاماراتي لم يعلن الاستغناء عن اشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي ما زال لاعبا في نادي الجزيره الاماراتي. ليه شال كلمه الجزيره الاماراتي من البايو بتاعه في الانستجرام؟ معرفش، الله اعلم. هل تصريحات المستشار مرتضى منصور حقيقيه؟ الله اعلم. اتقال حاجات كتير قبل كده ما كانتش بتتم، واتقال حاجات كتير وكانت بتتم. فالموقف حتى الان غامض. مين اللعيب اللي راجع؟ ما اعرفش. اتقال قبل كده ان احنا نحافظ على اشرف بن شرقي وهنجدد لسنين وصاد او عين، والكلام ده ما حصلش. هل هيتم في لعيب فعلا راجع؟ يمكن يوسف اوباما مثلا، الله اعلم. يعني ليه لا؟ هنشوف الامور هتمشي ازاي. حتى هذه اللحظه اشرف بن شرقي ما زال لاعبا في صفوف نادي الجزيره الاماراتي حتى هذه اللحظه. بس كده.